السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أي حاجة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنقول مع بعض تفسير رؤية رقم 37 في المنام. وحابة أذكركم أن تفسير الأحلام ما هو إلا اجتهادات ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. بالله عليكم ما تنسوا تحطوا اللايك وتنزلوا تصلوا على النبي في الكومنتات. رؤية رقم 37 في منام الرجل دايما بتتعلق بعمله وحياته الشخصية. فرؤية رقم 37 في منام الرجل بتدل على النجاح في عمله وحصوله على ترقية أو مكانة أعلى. كمان بيدل على الاستقرار في حياته وقدرته على توفير حياة هادئة مطمئنة كريمة لأسرته. بيدل على التخلص من الهموم والمشاكل اللي بيمر بيها والفرج القريب ليه بأمر الله تعالى. أما المرأة المتزوجة اللي بتشوف في منامها رقم 37 في المنام فرقم 37 في المنام دايما بيتعلق بحياتها الأسرية والزوجية، واللي بيدل على البركة والخير الوفير اللي هتحصل عليه هي وأسرتها في الفترة القادمة. وكمان بيدل على الاستقرار وعودة الاستقرار والهدوء في علاقتها بزوجها وقدرتها على إدارة شؤون بيتها وأبنائها وزوجها بنجاح. كمان بتدل على الشفاء من أي مرض أو التخلص من أي هموم أو مشاكل، والله تعالى أعلى وأعلم. أما الحامل اللي بتشوف في منامها رقم 37 في المنام فده بشرى ليها بسهولة عملية الولادة وتخطي فترة الحمل والولادة بسلام. وأيضا بيدل في بعض التفسيرات قالوا إن رقم 37 بيدل على مولود ذكر، والله تعالى أعلى وأعلم. أما الفتاة العزباء اللي بتشوف في منامها رقم 37 في المنام فده بيدل على شعورها الداخلي بالاستقرار والسلام الداخلي والنمو الروحي. كمان بيدل أيضا على إن هناك علاقة عاطفية ما بينها وما بين شخص هتتطور للزواج في الفترة القادمة. وبيدل على تحقيق أمنية مهمة في حياتها سواء كان على المستوى الشخصي أو المهني. أما المرأة المطلقة والأرملة اللي بتشوف في منامها رقم 37 في المنام فده بشرى ليها بحياة مليئة بالفرص في المرحلة القادمة بأمر الله تعالى. وكمان بشرى ليها بالزواج من رجل طموح وهيحقق لها الاستقرار والأمان المادي والنفسي. كمان بيدل على تحقيق أو على قدرتها على تحقيق أهدافها وطموحاتها في الفترة القادمة.